ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحه ونعمل ايه. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين من كيلو بلح ناشف هنحوله للعجوه اللي انتوا شايفينها دي. اول تحضيرات لنوائم العيد ان شاء الله هعمل معاكم الكحك والبسكوت بطريقه جميله جدا والبوتفور وكل نوائم العيد ان شاء الله. استنوني، فيديوهات جايه كتير حلوه. بجد هتاكلي حشوه عجوه في قلب الكحك، حاجه كده تبارك الرحمن، وحاجه نضيفه وعاملاها في البيت. اول حاجه كده جبت البلح بتاعي، فصصته كويس جدا وغسلته كويس جدا. غسلته بس ما نقعتوش في ميه ولا حاجه، غسلته بميه سخنه. اغسليه كذا مره كده عشان لو في اتربه ولا حاجه تنزل منه. وجبت بقى المفرمه بتاعتي، لو ما عندكيش المفرمه بتاعت اللحمه دي ممكن تفرميه في الكب عادي جدا. ابدا بقى كده افرمه زي ما انتوا شايفين في الوش الضيق خالص، اضيق وش في المفرمه. هيتفرم معاكي بكل سهوله. بجد هتاكلي شويه عجوه حاجه كده تحفه. بجد انا بقرف من العجوه بتاعت الشارع دي جدا، عشان طبعا انا مش ضامنه ان هم غاسلين البلح كان عامل ازاي اصلا، عشان بيبقى فيه حاجات من جوه كده مش لطيفه. فاعمليها في البيت كده، لو عندك شويه بلح ناشفين حوليها لعجوه، هتنفعك جدا في الحشوات. احنا بنحبه جدا بالكحك بالعجوه. اهو كده زي ما انتم شايفين فرمت الكميه كلها وجبت حله على النار، نزلت فيها بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، وابتديت اقلب كده العجوه كويس جدا. قلبي كده باستمرار زي ما انت شايفه كده عشان ما تتحرقش منك. بجد انا بعتذر لكم جدا على صوتي، عشان بجد عندي شويه برد، حاجه كده فظيعه. زي ما قلت لكم بقى قلبوا باستمرار. اهي كده خلصت معايا زي ما انتم شايفين كده. هطفي بقى النار. ممكن بقى في المرحله دي تضيفي بقى قرفه او سمسم، بس احنا بصراحه ما بنحبش القرفه في طعم العجوه. والسمسم ان شاء الله هضيفه لما اجي اعمل الكحك. اهو زي ما انتم شايفين كده، تاخدي بقى حوالي كده 50 جرام في ايديكي وتكوريها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي لحشوه الكحك. حابة تقللي عن كده مفيش مشكلة، بس دي 50 جرام، مناسبة جدا للكحكية. أو بصوا حاجة كده بجد تحفة، وريحتها جميلة جدا. بجد ما فيهاش ولا غلطة. اهي الكمية كلها من كيلو بلح، ما شاء الله عملت لي أكتر من كيلو عجوة. وحاجة زي ما قلت لك نضيفة وعاملاها في البيت. وحاجة سهلة جدا ما بتاخدش أي وقت خالص. اعمليها بقى في البيت لو عندك كيلو بلح كده، فصصيه واغسليه واعمليه كده، بجد هيوفر عليكي كتير جدا، وحاجة نضيفة وضمناها في البيت عاملاها بإيديكي. اهي الكمية كلها من كيلو بلح، بجد حاجة كده تبارك الرحمن.